فيلم سيكو سيكو نجاحه كان متوقع بالنسبة لي لأن عندي ثقة في الجيل الجديد إنه دايما عنده أفكار جديدة، لكن اللي ما كنتش متوقعه هو التنويع الرهيب في أساليب الكوميديا. فاعمل لايك واشتراك في القناة ويلا نحلل فيلم سيكو سيكو ونعرف هل الشباب كسبوا الرهان ولا خيشوا. بيبدأ فيلمنا على طول من غير فزلكة بتقديم شخصية يحيى، وبتكون تقديمة صايعة قوي، وهو انه بيكون في انترفيو وبيعرف بقى نفسه من خلال الاسئله اللي بتتوجه. كمان عجبني اول قطع ما بين اللي بيقوله وشخصيته الحقيقيه، وهو انه بيقول حاجات عكس شخصيته عشان يتقبل في الوظيفه. ومش بنطول كتير وبنروح لتقديم شخصيه سليم لما بيكون راكب العربيه مع واحده صاحبته، فلما بيتريق على سواقتها بتقول له انزل من العربيه، فبينزل فعلا لكن بعدها بتنادي عليه وبيركب تاني. فكانت تقديمه في اللذيذ منه برضه. ومن اول مشهدين في الفيلم كده بنعرف الفرق ما بين سليم ويحيى، وبيكون الفرق ده في الشخصيه. يحيى مثلا بتكون شخصيته اقوى وده ظهر في طريقه تعامله في الشركه مع زمايله، اما سليم بتكون شخصيته ضعيفه وده بان لما صاحبته نزلته من العربيه وبعد كده وافق انه يركب تاني. المهم بنروح لمشهد يحيى وهو في الشغل وكان بيولع سيجاره فيها شيء ما ايا كان يعني، فلما زميلته في الشغل بتنده عليه عشان البريك خلص بنلاقيه مداري السيجاره في بقه. في مشهد ضحكني برضه. وكمان لما بيكمل شغل بنلاقي المدير بتاعه عايزه في حاجه، لكن يحيى بيكون عايز يخلع منه بمكالمه تليفون، لكن بعدها بنعرف السبب وهو انه مدير بيسباص وبتاع سهر وحفلات. وعلى الناحيه التانيه بنعرف ان سليم مصمم العاب وكان بيعرض لعبه من العابه على شركه ما هو والتيم بتاعه، لكن الشخص ده بيقعد يتريق على اللعبه بتاعته. وكمان الاتنين اللي كانوا معاه بيبيعوه في القعده وما بيكونوش مقتنعين برضه باللعبه، وده برضه بيكون دليل على ضعف شخصيه سليم وقله ثقته في نفسه، وان حتى الاتنين اللي شغالين معاه مش واثقين في امكانياته. المهم سليم بيجيله اتصال من المحامي بتاع عمه وهناك بيدخل عليهم يحيى، وبنعرف ساعتها ان سليم ويحيى عيال عم، لكن العلاقه بتكون مقطوعه ما بينهم وما بيطوش بعض. وبنعرف كمان انهم من صغرهم كانوا دايما يتخانقوا مع بعض. المهم المحامي بيعرفهم ان عمهم مات وسايب لهم ورث، والحقيقه عايز انتهز اللحظه دي في حب الفنان الكبير سليمان عيد الله يرحمه، لانه كان من الفنانين اللي بيشتغلوا في صمت وكان محبوب جدا من الناس. المهم بيدوهم ظرف يقروه وبيكون مضمون الظرف يعني انهم هيروحوا البنك يفتحوا الخزنه ببطايقهم ويلاقوا الورث. قبل ما يروحوا البنك كل واحد فيهم بيروح يتنك على زمايله، زي يحيى مثلا بيروح الشغل يرزع على المدير بتاعه في مشهد ضحكني جدا. وكمان سليم بيقول لغدا انه عايز يقابل باباه في الفور سيزون، لكن الهري بتاعهم ده ما بيدومش كتير لانهم لما بيروحوا البنك بيلاقوا ظرف تاني، لكن المره دي مكتوب فيه انهم هيطلعوا على عنوان معين وهيحركوا العفش ويلاقي الفلوس وما يحركوش حاجه تاني، وحط تحت هيحركوا العفش دي مليون خط، لان الجمله دي هي اللي هتبني على الفيلم كله. المهم فعلا بيروحوا على العنوان وبيلاقوا عربيه العفش، ولما بيفتحوها بيلاقوا مخدات، فساعتها بيعرفوا ان عمهم سايب لهم الورث بضاعه. لكن بالنسبه لي الحته دي مش مبلوعه، انت لو قريت الورقه اللي سايبها لهم هتلاقيها مفهومه. قال لهم حركوا العفش من مكانه وما تاخدوش حاجه تاني، ها ما تاخدوش حاجه تاني، ها. فاكيد لو كان سايب لهم الفلوس في صوره بضاعه كان زمانه قال ولا ايه. ومين اللي اقترح انه سايب لهم الفلوس بضاعه؟ هو يحيى، الشخصيه الغشيمه والقياديه، وده السبب اللي خلى سليم يمشي وراه كده، لانه شخصيته ضعيفه زي ما قلنا. المهم كل واحد فيهم بيشد فرامل على اللي عمله. فيحيى مثلا بعد ما هز المدير بتاعه بيحاول يرجع الشركه تاني، لكن المدير بيطرده، بس سليم بيكون اتدبس في العزومه مع ابو غدا وما بيعرفش يخلع منها، فهم قاعدين بيقعد يتريق عليه من تحت لتحت عشان هو مصمم العاب وكده. لكن لما بيسال غدا هو لقوا في ايه بتقول له انه لقوا في مكافحه المخدات، وهنا سليم بيتصدم اكتر، ومن باب التريقه برضه بيتريق عليه عشان جاي يقابله بكاجوال. وفي اللحظه دي عايز ادي تحيه للي اختار باسم سمره في الدور ده، تحس ان الدور متفصل عليه، خصوصا انه عنده قدرات تمثيليه عاليه قوي. المهم سليم بعد ما اللي هو فشخ توقعاته بيروح البيت يلاقي اصحابه اللي ساكنين معاه بيطردوه من الشقه عشان عايزينه يدفع اكتر، فبيضطر انه يبات في العربيه. والله سليم ده اكتر واحد صعبان عليا في الفيلم ده. المهم يحيى وسليم بيروحوا للمحامي تاني يسالوه عن طبيعه الورث اللي عمهم سايبه له، فبيقولوا له انها بضاعه بس من غير ما يعرفوا انها مخدات. وبعد ما بيخرجوا من عنده يحيى بيقول له انهم هيبيعوا البضاعه دي، فسليم بيقول له انه حملهم مكافحه مخدات، فيحيى بيسحب نفسه ويخلع، لكن واضح ان الهدف منه كان مشهد كوميدي، لانهم بعدها بيروحوا لواحد اسمه تاكس بيكون صاحب يحيى. وهنا بتحصل مجموعه من المشاهد الكوميديه اللي ضحكتني جدا، لما بتكون واحده بتغني ومسمينها الست، ولا حتى طريقه تعامل تاكسي مع سليم نتج عنه كوميديا موقف رهيب. المهم بيتفقوا مع تاكسي ده انه هيبيع لهم البضاعه للمعلم ابو غالي، وبيقول له الموضوع ده ما يطلعش ما بيننا، ها. المهم بياخدوا البضاعه يغلفوها ويوزنوها، ولما بيحسبوا ثمنها بيكون 17 مليون، وساعتها بيكلموا تاكسي عشان يظبط لهم ميعاد مع ابو غالي. المهم بعدها يحيى بياخد سليم يقعد عنده في البيت، وستيم بيكون مصدوم من الشقه لانها بتكون على محور صفة اللبن. وكمان يحيى بيعرفوا ان في زرار بيكهرب ويفتحوه بالمقش، وركزوا معايا في الزرار اللي بيكهرب ده. المهم بيدخلوا يناموا وستيم بيقول ليحيى هيعمل ايه بالفلوس، وتلاقي السرير واقع بيهم هما الاتنين في مشهد مضحك جدا. المهم تاني يوم بيروحوا بعربيه العفش اللي فيها البضاعه للمعلم ابو غالي، لكن السؤال هنا ازاي مفيش ولا كمان وقفوا وهم ماشيين على شارع زي ده؟ الصراحه دي حاجه ما عجبتنيش في الفيلم رغم انها حاجه تافهه لكنها بتفرق في الافلام اللي من النوع ده.
المهم تاكسي بيقعد يسف على سليم طول السكه. ما هو عنده حق والله، ايه لبس الدكاتره ده يا عم. الصراحه مشاهد التاكسي دي كانت بتضحكني جدا. علي صبحي كان موفق جدا في الدور ده. المهم بيوصلوا للمعلم ابو غالي وبيلاقوه زارع مكيفات في كل حته وقلبها متحف. وبيحصل مشهد بيضحكني جدا لما تاكسي بيقول لهم المعلم ابو غالي ده اخويا وهو ما بيكونش عارفه اصلا. سيناريو اتعمل في كذا فيلم قبل كده لكني بحب المشاهد دي جدا. المهم في جماعه بيدخلوا يخربوا المكان والمكيفات بتولع وبتسطلهم كلهم. وفي الحته دي بيحصل مشهد هو اكتر مشهد ضحكني في الفيلم كله. ولما بيوقفوهم اتنين ما بيكونوش فاهمين كلامهم. بيحصل المشهد ده المبني على كوميديا الموقف. الصراحه المشهد ده جاب صريخ ضحك. المهم بيروحوا والبيعه على كده بتكون باظت وهيبداوا يدوروا على طريقه جديده يصرفوا بيها البضاعه. المهم سليم وهو بياخد الاكل من الدليفري بتلمع في دماغه فكره وهي انهم يبيعوا البضاعه اونلاين عن طريق الدليفري. فبيقعد يتكتك لها وتاني يوم بيروح الشركه ليحيى. لكن لما بيوصل هناك بيلاقي بنت صاحب الشركه راجعه من السفر وبتمشي نص الموظفين ومحدش طايق نفسه. فسليم بيقابل يحيى وبيقول له على الفكره وفعلا بيتفقوا عليه. فيحيى بيرجع الشغل تاني وسط الزحمه بعد ما كان المدير طرده. وكمان بيقرب من صاحبه الشركه اكتر وبيتفق هو وسليم انهم هيحطوا ايديهم على الشركه لكن بالليل بعد ما الموظفين يكونوا مشيوا. وهيستغلوا ان دي شركه شحن اصلا وعندها مخازن وهتسهل عليهم حاجات كتير. فبيجمعوا شويه ناس تساعدهم. وعجبني قوي مشاهد مؤمن الحناوي في دور هولندا خصوصا ان اول مره يمثل. المهم بيظبطوا كل حاجه وبيشغلوا اللعبه وبيسموها سيكو سيكو. لكن اللعبه ما بتمشيش في الاول زي ما هم عايزين لكن بعدها بشويه الناس بتدخل على اللعبه وبتبدا تطلب. والفكره هنا هو ذكاء سليم وانه استفاد من شغله كمصمم العاب انه يحل المشكله حتى لو كانت الحاجه دي مش تمام. المهم العمليه بتدور معاهم والقدرات بتزيد يوم عن التاني. وكمان علاقه يحيى بداليا بتتطور يوم عن يوم. وهم خارجين سوا داليا بتقول له انها نسيت حاجه في الشركه. فبيتوتر جدا وبيحاول يتصل على سليم عشان يتداروا لكن محدش بيسمعه. فبعدها بشويه سليم بيشوف الرساله وفعلا بيستخبوا لحد ما تعدي معاهم على خير. وبيفضل حالهم على كده يبيعوا بضاعه اكتر والفلوس تجري في ايديهم اكتر وهي ماشيه. وكمان سليم بيروح يخطب غدا وبيغير العربيه. لكن حالهم ده ما بيدومش كتير لان المباحث بتبدا تحس بحاجه غلط فبيدوروا وراها. وبيظهر واحد من التجار بيتعرف على البضاعه وبيعرف انها من عند البحيري. فبيروح للمحامي بتاعه عشان يوديه ليحيى وسليم. لو اللي يزود التيم بلغ كمان ان داليا وهي بتراجع فواتير الكهرباء الشهر ده بتلاقيها ازيد بكتير من الشهور اللي فاتت. فلما بتروح تراجع الكاميرات بتلاقي ان الصوره ثابته. فبتبدا تشك برضه وتحس ساعتها ان الدنيا ادت ظهرها جامد ليحيى وسليم ودخلوا نفسهم في حوار اكبر منهم. المصيبه ان اللي بيحقق في حوارهم ده بيكون اللي هو واقف حماس ليه. المهم غدا بتتصل بسليم عشان هي واهلها رايحين يشوفوا الشقه وبتستعجلوا عشان ينزل يقابلهم. لكن بيحصل شيء مش متوقع هو ان التاجر ده بيروح لهم الشقه. وبغض النظر عن ان الراجل ده دخل الشقه ازاي لان الشقه اصلا تعتبر جزء من الكوبري لكن هو ازاي توهم انه يروح يولع لهم النور والشمس طالعه تخرم عينه. ما علينا. المهم انه بيتكهرب من الزرار اللي قلت لك عليه وبينزلوا يحطوه في شنطه العربيه لحد ما سليم ينزل يقابل غادة. وفعلا بينزل يقابلهم وهم مروحين بيقولوا له ياخدهم معاه عشان العربيه عطلت. فبيضطروا ياخدوهم في سكتهم. ولما بيكون ست اللي هو بيتكلم بيسمع خبط في شنطه العربيه فبيضطروا يطلعوا من الحوار على ان دي حاجه في العربيه وهيصلحوها. لكن لما الصوت بيزيد بيضطروا يعلوا الكاسيت وبياخدوا الموضوع في اطار فرح ورقص وزغاريط والموضوع بيعدي. ولما بيروح الصحراء عشان يسربوا شحاته بيكون صحيلهم وعرف ان الفلوس في البيت فبيطلع يجري على البيت. لكن سليم ويحيى بيكونوا سبقوه وبيلم الفلوس لكن شحاته ورجالته بيلحقوه. فبيحاولوا يهربوا منهم وفعلا يحيى بيرمي الشنطه على الكوبري وبينط ياخدها ويجري. وكمان سليم بياخد الشنط الباقيه وبيروح يحطهم في العربيه عشان يهرب بيهم. لكن شحاته بيلحقه وبيحصل مشهد بيضحكني جدا. ولما شحاته بيتشعلق في العربيه وسليم بيلبسه في عربيه الخضار وبعد كده بيلبس هو في عربيه تانية وبيمسكوه. وكمان يحيى بيتمسك لانه بيكون تعب بالجري وبيكون رمى الشنطه من فوق الكوبري. المهم بيودوهم للمعلم حاتم حرفوش اللي بتعجبه فكرتهم جدا وبيعرض عليهم يشتغلوا معاه. بيقول لهم ان هيطلع لهم بالحوار ده حوالي 100 مليون. فبيلاقي تجاوب من سليم على عكس يحيى اللي بيفضل ساكت. وهنا بتبدا ملامح تغيير الشخصيات وتبدل الادوار وهعرفك ازاي كمان شويه. المهم بيلاقوا اوردر جاي لهم والعنوان بيكون الشركه اللي هم فيها وبيتفاجئوا لما بيعرفوا ان اللي طلبت الاوردر هي داليا لانها اكتشفت الحقيقه وكمان رمت البضاعه في البحر. لكنها مش بتقدر تبلغ عنهم لانها كده هتكون شريكه معاهم. وبعدها بتسمع يحيى كلام زي السم بتخليه ينزل على ارض الواقع حرفيا. ولما بيطلع بيحصل مشهد تمثيلي عالي قوي ما بين طه دسوقي وعصام عمر يبين لك قد ايه الاتنين دول عندهم موهبه تمثيليه عاليه قوي. وهنا تبدل الادوار اللي كنت بقول لك عليه لما يحيى هو اللي بيبقى عايز يبطل وسليم عايز يكمل. لكن التحول ده بيكون مبرر لان سليم بيكون فرحه كمان شهر فبيكون محتاج الفلوس دي جدا. لكن يحيى بيكون خلاص عايز يبطل لانه شاف الموت بعينيه او حتى من الكلام اللي داليا قالته له. المهم اللي هو وائل وهو بيراقب حاتم حرفوش بيعرضوا له صوره باين فيها سليم ويحيى فبيتعرف عليهم فورا. ولما بيروح البيت بيلاقي سليم عندهم في البيت فبيستفرد بيه وبيقول له يبعد عن بنته ويخليها تيجي منه هو. والصراحه عجبني جدا التصرف ده لانه منطقي لابعد الحدود.
المهم سليم بيخرج مع غادة وبيحصل ما بينهم مشهد مؤثر قوي لما بيقول لها انه مش قادر يكمل، وبيكون المشهد تراجيدي عالي قوي، خصوصا ديانا هشام اللي عملت المشهد ده بشكل ولا اروع. وكمان عمر المهندس بيحط مشهد لثلجي بينهار في الشاشه في رمزيه على ان كل شيء انهار مع سليم. المهم بعد ما بيعمل كده بيروح للي هو قايل مكتبه ويقول له انه عايز يساعده عشان يمسك حاتم حرفوش، وان لازم واحد فيهم يشيلها. فسليم بيتعامل عادي خالص وما بيعرفش يحيى بالاتفاق، ولما حاتم حرفوش بيكون قدامه بيدي الاشاره اللي هو من الساعه، وفعلا الشرطه بتقبض عليهم، لكن سليم ما بيسيبش يحيى لوحده وبيرجع ينقذه وبيشيلوها سوا، وفعلا بيدخلوا السجن. لكن اللي بيكون نايم في السرير اللي تحت هو سليم، ويحيى بيكون نايم في السرير اللي فوق، على عكس لما كان بيحصل وهم بره. وده هنت على ان كل واحد فيهم شاف الحكايه من وجهه نظر التاني، وبيقضوا 3 سنين في السجن. ولما بيطلعوا يحيى وهو رايح يقدم على شغل بيسمع الموظفه وهي بتقول شيل الصندوق بالحاجات اللي فيه وبص تحت، فبتلمع في دماغه فكره، وهي انهم يحركوا العربيه بالعفش اللي فيها ويبصوا تحتها. وفعلا لما بيعملوا كده بيلاقوا الفلوس. وبكده بينتهي الفيلم، ونخش سريعا على مراجعه الفيلم. وعايز ابدا من فكره الفيلم ذات نفسها. الفكره معموله باحترافيه كبيره قوي، سواء ككتابه محمد الدباح مش عامل فيلم كوميدي يضحكك وخلاص، بالعكس ده فيلم معمول له استراكشر ومتعوب عليه في الكتابه. اما بالنسبه لجزء الكوميديا اللي كان اكتر من 3/4 الفيلم، فالكوميديا هنا معظمها كوميديا موقف مبنيه على التضاد ما بين شخصيتين غير بعض تمام، فلما كل واحد فيهم بيروح حته التاني يحصل مواقف كوميديه، وده اصعب نوع من الكوميديا على فكره. فتحيه لعمر المهندس على الاتقان في ترتيب الاحداث والكوميديا السلسه اللي في الفيلم ده. اما من ناحيه الشخصيات فانا عجبتني جدا الكيمياء اللي ما بين طه دسوقي وعصام عمر، كل واحد فيهم بسم الله ما شاء الله عنده موهبه كبيره وتنوع في الادوار رهيب. يعني مثلا طه دسوقي بيعمل دور عكس اللي عمله ده في السنه الافاضل، غير الدور الحلو قوي اللي عامله في رمضان اللي فات في ولاد الشمس. وكذلك عصام عمر شفناه في بالطو في دور عكس ده تماما. فعامه عاجبني حاله التنوع اللي الشباب فيه، سواء عصام او طه او حتى احمد مالك واحمد داش واحمد غز، مراهن دايما على اي عمل ليه. وكمان عجبني اداء علي صبحي في دور تاكس، وشايف انه ليه مستقبل كبير. وعجبني اداء مؤمن الحناوي في دور هولندا، وانبسطت جدا انه بدا يمثل. لكن عايز اتكلم شويه عن باسم سمر. باسم سمر ممثل تقيل قوي، تعابير وشه تخليك تخاف من غير ما يتكلم، وهو عارف يعمل الدور حلو قوي في ظل ان مشاهده كانت قليله. وكمان ديانا هشام عملت مشهد حلو قوي برضه، بيقول ان عندها حاجه تقول. وبيعجبني جدا في الفيلم انه ما انتهاش النهايه المثاليه، اللي هو مثلا كل واحد راجع لحياته الطبيعيه، ده ما بيكونش موجود. وكمان عجبني في الفيلم ده دور احمد عبد الحميد قوي، رغم انه مشاهده كانت معدوده لكنه فنان ليه حضور وليه طل ومتنوع جدا في الادوار، فانا شايف ان ليه مستقبل كبير. وفي النهايه عايز اقول ان البساطه والكيمياء العاليه تقدر تطلع لك عمل ناجح ويعجب الناس ويجيب ايرادات عاليه كمان. والصراحه نفسي اشوف تجارب شبابيه من دي كتير، مش بس على مستوى الممثلين، كمان على مستوى المخرجين والمؤلفين، عشان دايما عندهم افكار جديده وبره الصندوق. ولحد هنا دي بتكون نهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعملي لايك واشتراك في القناه عشان القناه والعيله تكبر بيكم يوم عن يوم. وسلام.